لمرة أخرى جديدة. طبعا كلنا متذكرين يوم رسامة البابا تودروس قائم مقام المتذكرين قال احنا اليوم بنرى الابن أصبح أبا والأب أصبح ابن، وهذا الموضوع يا أحبائي يتكرر اليوم في كنيستنا، فنحن نحضر اليوم لكي نرى الابن أصبح أبا والأب أصبح ابن. نحن يا أحبائي اليوم فرحين بالثمر لهذه الكنيسة المباركة التي صلى فيها أكبر عدد من القديسين في الزمن الفائت. فمنذ سنة 1875 ما كانش فيه في طنطا غير هذه الكنيسة صلى فيها عدد كبير جدا من البطاركة والأساقفة، فأصبحت كنيسة مباركة. ونحن اليوم نحضر ثمرا من ثمار هذه الكنيسة، لقد تخرج فيها ومنها ثمار كثيرة. يعوزني الوقت لو أعدد مين اتخرج من هذه الكنيسة، لكني أقتصر على 3-4 يمكن حضرتهم أنتم في هذه الأيام. على رأسهم الحبر الجليل الأنبا مقار الذي عاش وخدم في هذه الكنيسة خدمة مباركة مثمرة. تخرج منها أيضا يا أحبائي من عهد قريب أخونا الحبيب وأبونا الموقر الأنبا أغابيوس أسقف زيد مواز، وكان خادما بل أقول كان تلميذا في مدارس الأحد في هذه الكنيسة. وتخرج منها أسماء كثيرة يعوزني الوقت لا أقول لكم مين الأسماء الحلوة اللي اتخرجت من هنا. على رأسهم قداسة الأنبا بخوميوس أسقف البحيرة وقائد مقام البطريرك، ده كان تلميذ في مدرسة الأحد في هذه الكنيسة، وكان جارنا في السكن، وكنت أخده أوديه مدارس الأحد وارجعه تاني بيته لأنه كان صغير. وحد اليوم أما حد يقابله يقول له أنا تلميذ أبونا حنا. طبعا ده من اتضاعه ومن محبته، لكن دول أبائنا الكبار اللي احنا ما نستاهلش نخدم تحت أقدامهم. أيوة. تخرج من هذه الكنيسة على رأس القائمة أب كبير كلنا نعرفه، وهو الأنبا مينا أظامينا أسقف ورئيس دير مريمينا في مريوط. تخرج من هذه الكنيسة وخدم فيها نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران الجيزة. كل دول ناس اتخرجوا من هذا المكان. انتوا فيكم طبعا يمكن الجيل بتاعكم ده بعتبره الجيل الصغير ما شافش حد من دول يمكن، لكن دول ناس خدموا هنا وتخرجوا من هنا من هذا المكان. لذلك هذا المكان نحن جميعا نعتز به، ودي الكنيسة الأولى في هذه المدينة، وده أمر بيشرفنا أن يتخرج منها اليوم أبا محبا وطورا محترما. وإنني أضبط الإبرشية التي ذهب إليها، وقد تنبأت له بأن يكون أسقفا في يوم من الأيام. رأيته في حلم وقابلته في هذا الحلم، وكان يمسك في يده 10 رعاية. فسألته فقلت له هل رسمت أسقفا؟ قال نعم. قلت له أين؟ قال لي في 100 غمر. طب ده 100 غمر فيها راهب جايبينه هيرسموه. طبعا بصيت بعد أسبوع و2 قالوا مش عايزين الراهب ده، رحمة الله عليه.
وبعدين هو نفسه بقى يعني يرى الامر كانه امر مضحك يعني. يقول لي انت كنت لابس نظاره في الحلم ولا لا؟ وبعدين جه راهب تاني اللي بيتغمر برضه، قعد برضه مده وراح برضه شايلينه، قالوا مش عايزين. وهكذا البلد ديت اللي هو كنت انا يعني شفته فيها، وقابلت قسيس من ميت غمر اسمه ابونا انسيموس، وقلت له يا ابونا انسيموس انا شفت حلم فيه كذا. قلت له على الحلم اللي شفته ده، قلت له انا شفت فيه ان ابونا او سيدنا مقابلني وماسك عصا رعايه، وبقول له انت رسمت؟ قال لي اه. وبقول له فين؟ قال لي في ميت غمر. وده القسيس ده بتاع ميت غمر. قلت له عرفته، اللي يقابله من ورايا يساله هيقول لي انا قلت له كده في الدير، لان كنا اتقابلنا في الدير في الخيل اللي بنروحها في الصيام. فقابلته وقلت له ده حصل كذا. انا علوم انا عرفتكم وخلاص. ولحد اليوم يا احبائي هذا المكان اللي انا شفت فيه وسمعت صوته هو بيقول لي برضه في لحد النهارده، حتى الاسقف اللي فيه ما جلسوش على الابرشيه برضه لحد النهارده. يعني موجود فيها واحد اسقف دلوقتي، اسقف عام ممكن يتنقل في اي حته، لكن لم يثبت او يجلس على الابرشيه حتى هذا اليوم. مش عارف ايه الموضوع، انا مش قادر افهمه يعني، انه يعني لحد دلوقتي بيحصل كده. وانا اللي شفت ده في الحلم، وده حلم شفته من زمان، وكنت اتمنى ان يحدث أن هذا الامر ويحضر كثيرين من الذين يستحقون ان يحضروا هذا اليوم، لكن السماء اختارتهم انهم يستقبلوه في يوم من الايام في السماء مش هنا في الارض، لان السماء افضل من الارض كتير. انني اليوم فرح بابني الذي صار ابا، وكما قال الانبا بافوميوس اني ساكون تحت قدميه يأمرني باللي هو يعوزه وانا تحت الامر. الرب يعطيه نعمه يا احبائي وقوه على احتمال المتاعب الكثيره في هذه الخدمه، لان خدمه الاسقفيه خدمه شاقه. احنا القسيس فينا المسؤول عن شعب قليل وعن كنيسه واحده بس بيشتكي من صعوبه الخدمه، فما بالنا عن المسؤول عن عدد من الكنائس وعدد من الشعب كبير بالالاف. ان مدينه واحده في الابرشيه عنده فيها التعداد 5000 اسره مسيحيه، في بلد واحده من البلاد اللي تبعه العاشر من رمضان فيها 5000 اسره مسيحيه، ولسه لو عدوا بالتدقيق هيطلع اكتر من كده. غير البلاد اللي يعني هناك ابرشيه متراميه الاطراف واسعه جدا، يعني لما يحب يروح يصلي من بلد لبلد ياخد ساعه وساعه ونص بالعربيه عشان يوصل للبلد دي يصلي فيه. طبعا متراميه الاطراف، ومش عايز اقول انها ما اتخدمتش، لكن اهو اتخدمت بحسب المواهب المعطاه للي كان فيها، وعمل برضه شغل هيستفيد منه سيدنا النهارده برضه، وهيكمل الرساله اللي قام بيها قبل منه واحد تاني. انني يا احبائي اهنئه واهنئ شعب ابرشيته وكهنه ابرشيته، واقول لهم طوباكم بوجود نيافه الحبر الجليل الانبا مهار في وسطكم وفي خدمتكم. لا اريد ان اطيل عليكم يا احبائي الكلام في هذا الموضوع، خصوصا والواحد مش متبارك عظمه، فربنا يبارك خدمته ويعينه على هذه المسؤوليه الصعبه، ويكمل ايامنا كلنا بخير. لإلهنا كل مجد من الان والى الابد امين.